يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض فراخ بانيه. قبل ما نعمل اي حاجة بقى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف معنا ايه. نسمي الله بقى. معايا توم، نص ليمونة، وبيضة، وطماطم، وبصلة، وبقدونس، ونص كوباية لبن. دي الحاجات اللي احنا هنتبل بيها البانيه. معايا معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة كمون، ومعلقة بابريكا، وملح، ومكعب دجاج. معايا خلاط بقى كده هحط فيه البصلة والطماطم، كل ده هفرمه في الخلاط. لو عندك كبة برضو فرميه في الكبة. حط البقدونس والثوم والفلفل، كل الحاجات دي هنفرمها في قلب الخلاط. احصر نص ليمونة بس بعد ما افرم الحاجات دي. ومعايا نص كوباية لبن. البانيه اللي معايا نص كيلو. خلاص انا فرمتها اهوت. احصر بقى نص ليمونة واحط معلقة خل واحط اللبن. دي نص كوباية لبن. حطيت بيضة واحدة عشان اللي معايا نص كيلو بانيه. لو كيلو تحطي بيضتين. حطيت معلقة خل، حوالي معلقة خل كبيرة كده، خل ابيض، كمون وبابريكا وفلفل اسود وملح وواحد مكعب مرق. بس ما تحطيش حاجة اكتر من كده. نقلبهم بقى كويس عشان خاطر البيضة تتقلب مع التوابل دي كويس، ريحتها حلوة. والبانيه بيبقى حلو اوي ما بتتبليه في التتبيلة دي وتبيتيه. انا كده هسيبه لحد الصبح وهعمله. يعني انا هبيت البانيه دوت والصبح هقليه. ممكن تسيبيه ساعتين 3 ساعات يعني كده عشان يبقى طعمه حلو ويشرب من التتبيله. انا كنت غاسله البانيه بقى وحاطاه كده في طبق كده في قلبه شويه ميه. خلاص بقى كده احنا تبلناه. هغطيه بقى كده بحاجه وهحطه في التلاجة بقى لحد ما نرجع نقليه معاكم ان شاء الله. خلاص بقى اعمل المكرونه قبل ما نقلي البانيه. انا حمرتها لان كانت الكاميرا مش شغاله ومعرفتش اصورها في الاول وكده. المهم انا حمرتها بشويه زيت وحطيت فص ثوم قدامكم اهوت. بس هي كده المكرونه متحمره، يعني يا دوبك احط عليها الصلصه بتاعتها وخلاص تبقى حلوه اوي. ده فلفل الوان هحطه عليها كده يديها طعم حلو. انا طافيه عليها طبعا، انا مش هحمرها اكتر من كده. دي طماطم وحطيت برضو توابل عليها كده ومعلقه صلصه. يعني الطماطم ومعلقه صلصه على الطماطم كده قلبتهم مع بعض وحطيتهم كده. انا ولحت بقى عليه عشان انا طبعا هحط الصلصه، فاحط شويه ميه كده عشان الطبق لسه فيه صلصه وكده. يعني انا حطيت معلقه صلصه على الطبق اللي هو كان فيه الطماطم اللي هي متسبكه وكده. الميه بتغلي بقى هسقيه. هسقي المكرونه. الطريقه دي حلوه قوي، بتبقى حلوه يعني المكرونه بتبقى حلوه وما بتتعجنش ولا اي حاجه. مش شرط تسلقيها يعني. حطيت الملح وحط شويه فلفل اسود، حوالي نص معلقه كده، نص معلقه صغيره. وحطيت شويه كمون. هنسيبها بقى تتشرب براحتها خالص لحد ما نقلي بقى البانيه مع بعض.
دي كوباية دقيق، وجبت كيس فيجيتار، كيس واحد عشان انا عاملة نص كيلو فجبت كيس. لو انت هتعملي اكتر بقى تزودي. حطيت كوباية دقيق وكيس الفيجيتار ومعلقة نشا، معلقة نشا كبيرة حلوة كده، شوية ملح. هنقلب بقى كل ده في بعضه. طبعا الفيجيتار عليه توابل يعني. هقلبهم بقى كلهم كويس كده في بعض عشان يبقى كله متقلب مع بعضه. خلاص بقى كده انا طلعت البانيه من التلاجة. احط بقى اشيل بايد واعمل بالايد التانية. اه انا مش بتك عليه قوي يعني، انا دوبك بس وبنفضه من الدقيق كمان. طبعا انا حاطه الطاسه بتسخن جنبي، هعمل رصه برصه كده عشان ما يتعجنش معايا. هنفضها اهو بالشكل دوت. الطريقه ديت لعمل البانيه حلوه اوي يعني، انا جربت كذا طريقه والطريقه دي حلوه معايا. الزيت سخن اهو، ما توطيش على البانيه قوي عشان ما يفكش معاكي وما يبقاش حلو. تخلي النار متوسطه كده، نار حلوه يعني، ولا واطيه ولا عاليه. خلاص اهوت بقى البانيه بتاعنا كده يعتبر خلص. هنديله لون بس شويه صغيره كده بعد كده هنطلعه. انا لقيت مكان فاضي وكده فحطيت واحده كمان. خلاص بقى كده احنا هنخرجه. هو ده لونه ما شاء الله عامل ازاي، مقرمش وجميل. طبعا معلقه النشا ديت ما بتخلوش يتحرق كده ولا يبقى شكله وحش في الزيت. انا محضره طبق كده وحاطه فيه جرجير. انا كنت مطلعه البانيه على المناديل اللي هي تحت المطبخ، صفت كل الزيت اللي فيها. هقطع بقى قرن فلفل كده احمر، احطه بس للشكل كده. بصوا عامله ازاي ما شاء الله جميل قوي، ولا فك ولا اي حاجه. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم ودايما هتعملوها. هنجيب بقى المكرونه بعد ما استوت كده. المكرونه بقى ما شاء الله عليها لسه نازله بقى من على البوتاجاز مدخنه كده. انا حبيت اغرفها قدامكم كده وهي لسه نازله من على النار كده، شكلها حلو قوي ما شاء الله. خلاص هي كده بقى وصفتنا النهارده خلصت. يا رب يكون الوصفه عجبتكم ويكون سهله وبسيطه، ودايما جربوا الوصفات بتاعتي هتعجبكم ان شاء الله. وعملنا مكرونه، ممكن تعملي سلطه جنبها، سلطه خضراء، ممكن كاتشب. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومع الف سلامه.